بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما يا رب. اللي يحب النبي يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. دي طبعا كاوتشة مية مقطوعة، اللي هي الصغيرة خالص، الخرطوم الصغير زي ما انتوا شايفين. الفيديو ده انا منزله مش عشان كاوتشة مية مقطوعة، لا، عشان العربية دي كانت رايحة مصر. والعربية، لا، العربية سخنت مرة واحدة، راح لميكانيكي قام جاي مغير له الكاوتشة اللي هي تحت الرفيعة دي. والمهم الاتنين كانوا مقطوعين. الفيديو التوعية ان انت لازم أن تكون واقف فاهم. هات كرتونة وانزل بص على عربيتك من تحت. فاهمني؟ الراجل عمل الكاوتشة اللي تحت وكانت اللي فوق زي ما تقول مشرقة شرخة بسيط. فاهمني؟ جه تاني يوم يطلع، ولا مش عارف تالت يوم راح فين، برضه جه يطلع مشواره، لقى العربية عمالة تجيب مية وتعمل. المهم جه عندي، انا مش بعيب في الميكانيكا والله ولا حاجة، بس انت انزل بص على عربيتك. بدل ما الكاوتشة كانت تتغير من مرة واحدة، كانوا الكاوتشتين اللي عملوا. المهم قمت جاي قص كاوتشة رفيعة ومركب، حاطط لها كل رباط وكله تمام. هو بفضل الله التوعية من الفيديو ده ان انت هات كرتونة بص على عربيتك من تحت. بدل ما كنت تضيع عليك مشوارين، يبقى هو كان مشوار واحد وخلاص. الكاوتشة الكبيرة هي مقطوعة، بس كانت الكاوتشة الصغيرة برضو مقطوعة فوق، بس ما كانتش بتجيب مية قوي ساعتها. فالكاوتشة الصغيرة بتنزل على الكبيرة، فالراجل ركب له الكبيرة وما خدش باله من الصغيرة. الله أعلى وأعلم. مش بنعيب في حد والله، كلنا بنتعلم. أنا قصدي أنت تبقى واقف جنب عربيتك، واقف فاهم، واقف إيه الدنيا اللي بيحصل فيها. هو الميكانيكي مش واخد باله من حاجة، أقول له لا في كذا أو كذا. ده طبعا المسمار اللي بناخد منه الهواء. بحط أنا مية من القربة من قدام، لازما يجيب مية صافي زي ما أنتوا شايفين كده. وبرضه عشان اتاكد ان دوره الهواء تمام، الاقي راديتير سخونيته زي سخونيه المكنه. ويا رب اكون فدتكم. والتقدير يا اخواتي، التقدير بالله عليكم. اشتركوا في قناه اليوتيوب واعملوا متابعه على الفيس، واتفرجوا على الفيديوهات بتاع اليوتيوب، واعملوا لايكات وتعليقات. طبعا ده الخرطوم اللي واقف جنب القربة من فوق. لازم برضو اتاكد من دوره الميه، لازم اخليه يجيب ميه صافي. وزي ما قلت لكم عشان اتاكد من دوره الميه تمام، الرادياتير بتبقى سخونيته زي سخونيه المكنه. يا رب اكون فدتكم. والتقدير يا اخواتي بالله عليكم.